عشو يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا صحيفة خاطر القايمين اجزل سلام عدد ودع الهبايب وهلان المزون راعينا اعلامي يخدم رجال الجنوب ما لهم غير الغلا والمعزة والكرامة البلاد من أهلها والرجال بطيبة لا 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 نفتح الباب بسم الله سبحانه والتحية نفتح الباب بسم الله سبحانه والتحية نفتح الباب بسم الله سبحانه ترفع بعدين بس قطع ما نبغاها كلهم الكاميرا الكاميرا عبد الله بن عبد نور الحق وظهر وما تراجع الباطل وتقهقر وما أسجر وما طلع صبح وأسفر وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر ما سار سفين للحق وأبحر وما علا نجم في السماء وأبهر وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد، سلام الله يثرى ما أقيمت صلاة من عباد خاشعين وما جادت بماء المزن سحب سقى الأشجار والزرع الدفين سلام عاطر وله أريج من الأعماق يعبق يا سمينا سلام الله نهديه إليكم مع الإشفاق ممزوجا حنينا. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحفل الكريم من مشايخ ونواب وأعيان قبائل مركز خاط. أهلا وسهلا مرحبا يا من أتيتم حفلنا. الفجر أشرق باسما يا خاط حي ضيفنا. أهلا بكم حل الضياء بحلكم والمسك عطر أرضنا والعنبر البدر أمسى مشرقا بقدومكم والليل قد حل مضيئا يسفر. فمرحبا أيها الضيوف الكرام ضيفا وأهلا وسهلا بكم ألفا أهلا وحي هلا بكم. تبسم القلب للزوار والنظر فمرحبا إننا بالحب نفتخر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله
سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله لأسرة آل حبسان الذي جمعوا جميع شيوخ القبائل ونوابهم وأعيانهم وأفرادهم بهذه المناسبة الكريمة لتكريم العميد الركن عبد الله علي حبسان الحنفان العمري، لهم التوفيق، وأن يجمعنا ويجمعكم جميعا بجنات الفردوس، إنه على كل شيء قدير. ندعو لأمواتنا ولوالدنا علي حبسان بالرحمة والمغفرة، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له، وقولوا عليها أمين. بحيث أنه زرعا طيبا مباركا بعون الله، وأنتج منها أسرة الحبسان ونعتز فيهم بحيل الله وقوته. نيابة عن الوالد سعيد ظافر، الشيخ سعيد ظافر لظروفه الصحية، وعن أسرة آل حنفان وقبيلة آل فيلة وقبائل آل محمد، أن نرحب بجميع من شرف هذا التكريم الكريم، فمرحبا ألف مرحبا ألف. نسأل الله أن يبارك في حفلنا هذا، وأن يوفق أخينا العميد الركن عبد الله حبسان علي الحنفان العمري على ما عاهد الله عليه ورسوله في بداية خدمته وفي نهاية خدماته لخدمة دينه وملكه ووطنه. فهذا ما يرفع رؤوسنا جميعا ويرفع رؤوس رجال الحجر جميعا والدولة السعودية جميعا. فلله الحمد، دخل بشرف وخرج بشرف وبشهادات وتقدير وتمييز من أولياء الأمر إلى آخر الأسرة من آل حبسان وآل حنفان وآل فيلة وقبائل آل محمد. فنسأل الله له عمر طويلة، ويصلح له دينه ويصلح له أولاده، ويصلح لنا ولكم جميع أحوالنا، إنه على كل شيء قدير. هذا ما أحببت أن أقدمه لوالدي سعيد ظافر الله يشفيه بالعافية، ولا أسرة آل حنفان والقبائل آل فيلة وآل محمد بصفة عامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 1382 للهجرة، حصل على شهادة الابتدائية عام 1396 من مدرسة سعد بن أبي وقاص بجدة. حصل على الشهادة المتوسطة عام 1399 للهجرة من متوسطة الرازي بجدة. حصل على الشهادة الثانوية عام 1402 للهجرة من ثانوية الصديق بجدة. التحق بكلية الملك عبد العزيز الحربية عام 1403، وحصل على شهادة البكالوريوس عام 1405. نال على درجة الماجستير عام 1421 من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية برتبة رائد. قدم فيها أطروحة بعنوان إعداد الدولة للحرب. حصل على 16 دورة داخلية. حصل على دورات خارجية في كل من جمهورية مصر العربية وسويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة. خلال فترة عمله تشرف بالعمل في أغلب مناطق المملكة، ومنها المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية الغربية والمنطقة الشمالية والمنطقة الغربية. وحيل على تقاعد برتبة عميد ركن في 20/3/1434 هجري. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الحبيب الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في هذه الليلة المباركة أن أشكركم جميعا فردا فردا على حضوركم وتشريفكم حفلنا هذا. الحقيقة يعني أنا أول ما أدري ما أوصف الصراحة هذا الشعور، صراحة الشعور يعني أثلج صدري صراحة، وأنتم أهلها إن شاء الله، وهذا تاج على رأسي ما حييت.
أيها الحضور لا أطول عليكم، فالعبارات تكون عندما أتحدث إليكم، ولكني سوف أختصرها في وقفات قليلة. الأولى، لقد أسعدتموني وأنشرح خاطري بحضوركم وتشريفكم حفلنا هذا في هذه الليلة الغالية على قلبي، فلكم مني جل الثناء وعظيم الامتنان. والثانية، أقدم فيها شكري وامتناني لحكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين على ما ولتني من رعاية واهتمام منذ كنت على رأس العمل وحتى صدور قرار تقاعدي، وما أنا إلا جنديا كنت خادما لتراب هذا الوطن الغالي، وما زلت على العهد حتى الموت. ثالثا، أدعو من مقامي هذا بالرحمة والمغفرة لمن كان سببا وعونا لي بعد الله سبحانه وتعالى حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، ولا أنساه ما حييت، إنه والدي علي عبد الله حسن الله يرحمه ويتغمد بفسيح جناته، وجميع موتى المسلمين. الوصية الرابعة لي أو الوقفة الرابعة، وهي رسالة أبعثها لكل إخواني ممن على رأس العمل في أي قطاع من قطاعات الحكومة أو قطاعات لا لا يا لا 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 يا لا 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 لا. طيب يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. صح لسانك. طلبة الله نبديها ولا غير رب العالمين. افتح الباب بسم الله وصلي على الهادي محمد، صفوة الخلق راعى الحوض يا من حاضر صلوا عليهم. بعد ذكر الله وذكر النبي يا مراويس القبايل، واجب أننا نسلم باسمنا والتحية شامله. يا سلامي على محمد آلاف ومئات السلام، عزوة ترفع البيضة لرجالهم حاضر وماضي، شيخهم بن عسير وعشرة عام أحمد بن عسير. نعم والله. شيخهم بن عسير وعشرة عام أحمد بن عسير، من بني عامر قوم المدح والطيب في شبه الجزيرة، طرفتنا وعزوتنا وناموسنا يا بني عامر. وله فيله دعوني واعتذرت الكثير من العزايم، واندعاني كريم الوجه مهما حصل ما لي عذر. ولا حبسان سووا مهرجان وحفل عالمي، محفل شرفوه الناس من كل دار وكل ديره، والمشايخ وعيان القبايل لافوا من كل صوب، كرموا فيه رجال يحق الهدايا والكرامة، خدم الدين والدولة وشرف رياجيل الجنوب. العميد الركن عبد الله الله يطول في بقاه، ضابط فعله وذكره وصيته ينومس كل حجري، واسم لامع وتاريخ يشرف على طول الحياة.
والذي مثل عبد الله مقدم صفوف رجل دولة يستحق المدايح والثناء والرتب ولو سمه يستحق المدايح والثناء والرتب ولو سمه. سلامتكم. بسم الله نسمي ونفتح به الباب ونصلي ونسلم على سيد الأحباب. سلامي ينصل حفل شيبان وشباب ابني عامر وابني شهر نعم الانساب. في خطا عددهم قبيله قبيلة آل محمد أهل الجميلة وابن عسير اللي فعوله مهيله شيخ عليهم من سنين طويله. والشيخ بن ديدح مقدم قبايل شيخ على ماشي أهل الفعايل لا رتب والف الرئيس فوق الاصايل تحسب عليهم من رجال الجمايل. والشيخ ابو شاكر عزومه قويه على الجمال اهل الشيم والحميه الافعال حيه والمواقف حيه ولهم من الشاعر سلامه وتحيه. وابن زميم اللي سمعنا بطيبه مكانه شيمه وقيمه وهيبه والكفو لحان الطلب نعتزيبه ومقدرين كلكم يا لثيبه. وعيب علي انسى رجال المشايخ ولدوا مطانيخ وعاشوا مطانيخ على العدا يشهد لهم كل تاريخ قبل السلاح النووي والصواريخ. وزهم على الصميد ذربين الايمان اللي لهم في صفحة المجد عنوان قايدهم محمد سلايل كحيلان شيخ ولد شيخ ومن روس شيخان وانصال الشعثاء محزم يرفع الراس من خيرة العالم ومن صفوة الناس لبس ابن نعمي والنعم طيب الساس ما يتركونك لقبلت ساعة الباس ولا فاقمه درع البدن والجنوبي لا دكة الأعلام من كل صوبي فابن حمود مقدر ومحسوبي سلم عليهم عده بالهبوبي واختم بذكر أهل الشيم والمروات قبايل آله فيله أهل البطولات لبس ابن ظافر في نهار المهمات اسم نعده من جبال السراوات والمحتفى به يستحق الكرامة في السراه وفي ضواحي تهامة راسه نواميس وطيب وشهامة حر النداوي ما هو بفارخ هامة عميد ركن وله معزاه ومقدار خدم رجال الحجر في كل الأقطار فارس وابن فارس وشهم ومغوار يعرف حقوق الضيف والأخ والجار واخوانه أهل الجود والمدح والطيب سعيد ومفرح رجال المواجيب وعمير ومحمد شيوخه ومناصيب وحسن يجمل الأجنبي ولا صاحب واولاده رجال ومن راس رجال طلال وسعود وعلي كوف وابطال وفيصل وصاحبنا محمد على البال وليد تاج الراس وانتم كما الحال وانتم وحنا من رجال العزيمه دعوى رجال الحجر شيمه وقيمه اسم وتاريخ وقوه عظيمه ابطال ما نرضى علينا الهزيمه امجادنا حيه على رؤوس الاشهاد ما تختفي حتى منا ليوم القيامه لا 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 لي لا 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 لي يا لا ما تختفي منا ليوم القيامه. والشكر كله للواحد الديان ونصلي ونسلم على خير البريه وسيد البشريه
سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الحفل الكريم، أيها الحضور المبارك، أيها الفضلاء، أيها الأخيار، في هذه الليلة الطيبة وفي هذه الأمسية الجميلة العالقة بالاحتفال الجميل بأخينا الذي عشنا معه صغارا وتربينا معه كبارا، في الاحتفال الذي يدار في هذا المساء لأخينا العميد الركن الأخ عبد الله بن علي العمري، فأنا أقول من خلال معاشرته ومن خلال السير معه إنه يحمل هذا الرجل فكرا ويحمل خلقا ويحمل مبادئا أرى في نظري لو سجلت لسجلت تاريخا، ولو قرأت لكانت ريحا جميلا وكانت عبقا ممتدا لكل جيل من بعده. أنا لا أقولها مجاملة، قد يأتي الذين يخلطون الكلام ببعضه فيقول هذا الكلام نسيجا من المجاملات، لكن أقول إنها حقيقة ماثلة يعرفها كل شخص تعامل مع هذا الرجل، فهو رجل صاحب خلق مثيل. أقول إنه رسم للجيل من بعده خطوات للمستقبل المشرق، فمن أراد أن يقتدي به في كونه رجلا يحمل رتبة عالية ومكانا شامخا، إلا أنه لم يكن يوما متكبرا، ولم يكن يوما معرضا، ولم يكن يوما يلوح بوجهه عن كبير أو صغير. أنا أقول هذا الكلام وأنتم تعرفونه تماما. إنه في هذا المساء أقول يا أخي المبارك، أنت لم تكن متقاعدا اليوم، بل أنت اليوم أنطيت صهوة مستقبلا مشرقا بإذن الله. فمثلك في هذا المقام وفي هذه المكانة ينبغي أن يكون على رأس وفدا جميلا يرتقي بالمجتمع ويرتقي بتقدمه وتنميته اجتماعيا وثقافيا، لأن مثل هذه القيادات المشرقة في وطننا لا يختفي أبدا، بل يكون ظاهرا حتى وإن تقاعد من عمله الرسمي. فأنا أدعوك يا أخي إلى المشاركة الفاعلة، بحيث أن ترسم تنمية اجتماعية تفيد هذا المجتمع، بل ويستند إليها الجيل القادم بإذن الله. إن هذا الرجل عاش مع جيل والجيل ماثلا في هذا المكان، ماثلا في هذا المساء، موجودا يعرف طيب هذا الرجل وخلقه. فأنا أقول أعط دروسا لمن خلفك أيها الرجل، ولا تبخل لإخوانك ولا للجيل من بعدك بأن ترسم خططا كما أرسمت في مجال عملك الرسمي، فلماذا لا ترسم أيضا في مجال عملك المدني، بحيث يشرق الجيل ويستفيد الجيل من خبرات القدامى وخبرات الذين رسموا في ميدانهم الرسمي تميزا وإبداعا وإشراقا. أخي العزيز، لو كان الكلام يسطر بذهب لسطرناه، ولو كان يفوح عبيقا لأفحناه، ولو كان الكلام يوجز في مختصر من الكلام لقلناه، لكن من طبعنا العجز والتقصير والخلل. نسأل الله عز وجل لك في هذه الحياة الجديدة عملا صالحا، ونسأله عز وجل لك حياة سعيدة، ونسأله عز وجل أن تنعم أنت وأسرتك وجميع المسلمين بحياة فاضلة وإلى الأمام، ونسأل الله لجميع التوفيق والسداد. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم. وعظيم الامتنان لقناة السيوف الناقل لحفلنا هذا، وعلى رأسها الشيخ سعيد الحداوي. كما يخص بالشكر والتقدير أيضا الأستاذ صالح بن ظافر بن صالح آل ماشي العمري، المدير الإقليمي لقناة السيوف بمنطقة عسير، ومدير شركة أفراح جنوب الإنتاج والتوزيع.
والذي أكرمنا مشكورا بمشاركته لنا تسجيل هذا الحفل مجانا. كما أخص بالشكر والتقدير رئيس وأعضاء صحيفة خاط الإلكترونية، الصحيفة المتألقة والمبدعة، على ما يقومون به من جهود مشكورة لخدمة هذه المحافظة وغيرها. فللجميع شكري وتقديري